ايه رايكم بقى في الطبق الجميل ده؟ احنا بنحب بقى الصلصه كتير في الكشري، يعني هنغطيه بيه، مش باين الرز خالص من الصلصه. خلاص، ايه رايكم بقى في الطبق ده؟ ها، يحيى اسكندريه وشعب اسكندريه وجمال اسكندريه يا جماعه، كل حاجه جايه من ريحه اسكندريه، جميله جميله جميله. يلا اتفضلوا بقى معانا. متنسوناش بقى يا جماعه في اللايك، في الاشتراك، في الشير. متنسوناش بقى ايه، لو في اي تعديل من شعب اسكندريه اكتبوا لي في الكومنتات. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهاردة يا حبايبي هنعمل بقى ايه، كشري اسكندراني. ما عملناهوش احنا بقالنا فترة طويلة يعني، فقلنا نعمله مع بعض ونشوفه مع بعض. احنا طبعا لازم بيتسرق جنبيه بيض، فانا حطيت 6 بيضات على قد اللي هياكلوا يعني. ماشي، وانا هنا عاملة البصل على اساس ايه، لما هتخش في التحمير يعني هنحط عليه الرز بالعدس. وهنا عامله الثوم بتاع الصلصه. ماشي، ادينا احنا ايه شغالين مع بعض كده واحده واحده. الاكلات اللي هي بقالنا كتير قوي 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 ما عملناهاش يعني. ده بقى بتاع اسكندريه، بتاع مصر العدس الاسمر. عاملين ايه في الشتاء؟ انا دلوقتي صوتي تعبان عشان انا عندي برد. انتوا عندكم برد؟ بعد الشر عليكم طبعا. قلت اكله سهله كده اهوت نعملها، عشان انا مش قادره اقف بقى ايه في المطبخ كتير يعني، قلت اعملها لهم بسرعه كده. ثم هنا بقى بتاع الصلصه، قبل ما يتحمر بنحط عليه شويه خل. خلاص، ونرجع بنحط شويه كمون، بنحط برضو شويه فلفل اسمر، نحط برضو ملح. اما يشرب شويه كده بقى بننزل عليه الصلصه. خلاص، الثومه كده اهوت غلي شويه يعني، الخل غلي شويه، بننزل عليه الصلصه بقى كده كتير. اهي نوطي النار عليها بقى. ادي خلصنا من دي. هنا بقى البصل دوت اللي هو التقليه بتاعته، نبتدي برضو نشتغل فيها على ما البصله دي تحن علينا. طب البصل ده احنا بنحط عليه دقيق وشويه نشا صغيرين وبنقلبهم فيه عشان تبقى البصله مقرمشه. ماشي، هننزلها بقى على الزيت. لما تعوزيها تكون مقرمشه ناشفه حلوه كده، تحطي عليها معلقه دقيق ونص معلقه نشا، بتبقى معاكي اما بتطلع بقى بتبقى جميله جميله جدا يعني. اهو البصل اهو، احنا مش عايزينها حمرا قوي. بصوا بقى، دول احنا حاطينهم على بعض كوبايتين رز مع كوبايه عدس اصفر ومقلبينهم على بعض. هصفيهم بقى واجيلكم.
هي أكلة سهلة وحلوة. يعني يا رب. بس البصلة دلوقتي كده ابتدت اهي داخلة على التحميص. ماشي. المهم ان الاكل ده كله بيظهر البرد وانا مش هاكله. شوف البيض اخباره ايه، متحناش عليه. طيب ربنا معايا. نهوي كده. شوف الصلصة برضو. اللي بنقلبه بقى لغايه ما يبقى مفلفل، يبقى الرزايه تنشف شويه كده اهوت كده. بقى ايه اما نحط عليه الميه السخنه بتشرب يبقى رز مفلفل كده مفرول حلو يعني، لا هو معجن ولا هو مثلا ني. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. أكلة سهلة وبسيطة وبتتعمل بسرعة. من الأكلات النادرة يعني، احنا دايما نحب الكشري المصري اللي هو بالعدس الأسمر بالمكرونة، الحاجات الحلوة دي ده دايما احنا بنعمله وبنحبه وبنشتاق له يعني. لكن ده بالنسبة لنا يعني الأكلة الخفيفة السريعة، مش تحسي بيها كده بالاشتياق، لا دي أكلة كده يعني ايه عشان أنا تعبانة فبعملها بسرعة. احنا مش واخدين عليها يعني. ده كشري اسكندراني. احنا اسكندرية ليها نظامها والقاهرة هنا ليها نظامها. كفاية عليها كده بقى الصلصة خلاص كده. ماشي. البصل قرب اهو. وكل اللي يجي من اسكندريه حلو يعني. الكشري اسكندراني جميل اهو، حاجه كويسه حلوه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقى في الكومنتات بقى الشعب الاسكندراني يكتب لي كده الطريقه بتاعتي انا كده صح ولا لا. طريقه الكشري الاسكندراني اللي انا عاملاها بالنسبه لهم هم الطريقه دي صح ولا فيها اي غلطه؟ ولو في اي غلطه اكتبوا لي عليها وانا اصلحها، لان انا من القاهره مش من اسكندريه، وانا بحب اسكندريه يعني. كل العالم بيحب اسكندريه بصراحه. ربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. البصله احمرت وكانت هتتحرق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحب احمصها في النار دي عشان ايه تعبانه، بحبها تكون محمصه شويه كده. هي مش محروقه يا جماعه، انا بحبها كده، بحبها محمصه كده اهو، بني زياده يعني. بصوا بقى، بصوا بيبقى معايا عامل ازاي اهو. بصوا بيبقى مفرول حلو ازاي، متحمص حلو ازاي. ده بقى لما بيستوي بيبقى مفلفل حلو قوي. انا حاطه كوبايتين 2 رز وكوبايه عدس بخلطهم مع بعض، لان لو انا حطيت العدس الاول لوحده بيتسلق بيتهري خلاص بقى عدس. لكن لما بيتحط مع الرز بيبقى كشري، بيبقى ماسك نفسه. حط بقى كده الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الميه سخنه، 3 كوبايات بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها، كوبايه قصادها كوبايه. ده في الرز العادي، لكن البسمتي ده نظام تاني. 2 3 بقى الملح
7 بهارات، سنة صغيرة كده، سنة صغيرة. او ممكن لو ما عندكيش ده حطي كمون، هي برضه. نتقابل بقى لما يستوي ونطلعه. احنا دلوقتي هنقلي البيض بقى في السمنة. دي بقى خرجت عن شعورها بقى. برضه ملح، قشطة ملح، فلفل اسمر، عشان يبقى مملح. بقى هنخرجه على التتبيل الحلو بتاعنا دوت. نرص البيض فيه كده. خلاص كفايه عليها بقى كده اهو. هنحط دي كمان هنا، دي هنا. خلاص اهو. نرجع بقى بنحط الصلصه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الصلصه هتمشي كده اهو. ايه رايكم بقى في الطبق الجميل ده؟ احنا بنحب بقى الصلصه كتير في الكشري، يعني هنغطيه بيه، مش باين الرز خالص من الصلصه. خلاص، ايه رايكم بقى في الطبق ده؟ ها، يحيى اسكندريه وشعب اسكندريه وجمال اسكندريه يا جماعه، كل حاجه جايه من ريحه اسكندريه، جميله جميله جميله. يلا اتفضلوا بقى معانا. متنسوناش بقى يا جماعه في اللايك، في الاشتراك، في الشير. متنسوناش بقى ايه، لو في اي تعديل من شعب اسكندريه اكتبولي في الكومنتات. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.